تفيد عملية تصنيف أو فرز البيانات sorting data في سرعة الوصول إلى البيانات والسجلات التي نريدها. ويمكننا البرنامج من فرز البيانات بعدة طرق. فإذا أردنا على سبيل المثال الوصول إلى السجل الذي يحتوي على أعلى ثمن لسعر الوحدة في الجدول Products، نقوم باستخدام الحقل Unit Price في عملية الفرز. فنضغط داخل أي خلية في الحقل Unit Price، ثم نضغط على مفتاح Sort Descending من شريط الأدوات Table Datasheet، فيتم إعادة ترتيب الجدول بحيث يظهر أعلى سعر للوحدة في قمة الجدول وأقل سعر في أسفل الجدول، ولعكس ترتيب الجدول بحيث يتم عرض أقل قيمة لسعر المنتج في أعلى الجدول وأعلى قيمة في أسفل الجدول. نضغط على مفتاح Sort Ascending. ويجب ملاحظة أنه لا يمكن عمل فرز للبيانات باستخدام الحقول التي لها نوع البيانات Memo أو Hyperlink أو OLE Object. ويمكننا البرنامج أيضا من فرز البيانات حسب الترتيب الأبجدي. فإذا أردنا على سبيل المثال ترتيب بيانات الجدول حسب الترتيب الأبجدي لاسم المنتج من الحرف A إلى Z، نضغط داخل أي خلية في الحقل Product Name، ثم نضغط على مفتاح Sort Ascending. ولعكس الترتيب من Z إلى A نضغط على Sort Descending، فيتم عكس ترتيب الجدول كما نرى.